في فقرة ضيف وسؤال يحضر معنا اليوم السيد محمد الطاهر الإلهي نائب المجلس الوطني التأسيسي. سي محمد الطاهر مرحبا. شكرا لك سي محمد الطاهر. البداية تكون باللجنة متاع الفرز، ولا خلينا نبداو ساعة بالقانون الأساسي للهيئة المستقلة ومتاع الانتخابات والتنقيحات المطلوبة في الحوار الوطني. آخر وقت وقع معناها تعديل المشروع متاع قانون الأساسي للهيئة المستقلة، واخذها بعين الاعتبار التنقيحات المطلوبة من الحوار الوطني، وبعد اخذ ورد ومعناها وتوخرت الجلسه العامه، ولكن في الاخير معناها البارح ما مشينا من المجلس كان صادقنا على التنقيحات المطلوبه، والقانون معناها نتاع هيئه الانتخابات معناها حاضر، وبالتالي اليوم بدا الفرز. ومعناها توا انا جيت للاستوديو وخليت 7 اشخاص وقع انتخابهم، مازالوا زوز يمكن ساعه من زمان باش يكملوا 9، وان شاء الله 9 معناها 36 سامحني 36 واحد باش يوقع انتخابهم. و معناها هذا المساء يوقع نشر القائمه، ويبدا نبقوا نستنوا فقط في اجال الطعن لمده 48 ساعه حسب التنقيحات اللي عملناها، وان شاء الله الامور تمشي على احسن ما يرام. اذا ما ثماش طعن معناها نهار السبت نعمل جلسه عامه لاختيار اعضاء الهيئه الوقتي المستقل، الهيئه المستقله للانتخابات. نعم. وفيما يخص لجنه الفارز الاشغال نتاعها وين وصلت؟ كيف كنت نحكي لك، ما دام احنا معناها صادقنا على التنقيحات في القانون الاساسي، اليوم لجنه الفرز بدات اعمالها منذ الصباح الباكر، وتو على ابواب انهاء عمليه الفرز، ومد الجلسه العامه الجايه ان شاء الله ب 36 اسم، والقائمه ان شاء الله معناها ستنشر هذا المساء. ونبقوا كما كنت نحكي لك ننتظروا فقط في اجال الطعن اللي هو 48 ساعه، واذا كان ما فماش طعن نهار السبت تكون جلسه عامه لاختيار 9 من اعضاء الهيئه العليا المستقله للانتخابات. نعم. سي محمد الطاهر، نحكي شويه على المسار الحكومي ورئاسه الحكومه وين وصلت فيما يخص المسار الحكومي. في الحوار الوطني تعرف فما 3 مسارات، مسار الانتخابات معناها الهيئه وقانونها وكذا، المسار الثاني هو المسار الحكومي، والمسار الثالث هو المسار التأسيسي. اليوم في هذا المساء باش نتناولوا المسار التأسيسي. أما فيما يخص المسار الحكومي البارحة معناها كانت عندنا 18 اسم، والبارحة فقط 8 اخترنا منهم معناها بقوة على في السباق إلى رئاسة الحكومة 5 شخصيات وطنية. واليوم عندنا لقاءات مع الرباعي، كل مجموعة حزبية أو كل حزب مع رباعي باش نشوفوا كل حزب يختار 2 أو 3 من ال5 هذوما، وإن شاء الله غدوة يبدأ عندنا على الأقل معناها في عوض 5 يبدأ عندنا 2 أو 3 نختصروا معناها القائمة ذي في شخصين أو في 3، وإن شاء الله من هنا لنهار السبت خاطر أجال معناها الخريطة الطريق نهار السبت لازم يكون عندنا شخصية اللي باش تكون في رئاسة الحكومة، وانا نتصور بالطبيعة ستكون ان شاء الله من ضمن ال5 اللي موجودين حاليا. نعم، الشخصية باش تكون من ضمن ال5 الموجودين. نحكي شوية على الحوار الوطني، الليلة فما حوار وطني على المسار التأسيسي، شنو أحواله؟ هذا المسار الثالث. بالطبيعة المسار التأسيسي هو فيما يخص خاصة لجنة التوافقات، ونحن في صلب المجلس الوطني التأسيسي معناها لجنة التوافقات معناها قاعدة تنعقد في الجمعة أكثر من 3 مرات، وساعات في النهار مرتين صباح وعشية، وتوا على أبواب الاتفاق على جميع النقاط بما فيهم النقاط اللي كانت صعبة شوية اللي هي كانت موجودة في التوطئة. وأنا حسب رأيي بالنسبة للمسار التأسيسي معناها ما فيش حاجة صعيبة، يبقى المشكلة الوحيدة اللي تعترضنا وهو اليوم توا موجود لجنة النظام الداخلي في تنقيح النظام الداخلي باش نجموا نعدوا معناها نعدوا الدستور نجموا نكملوه في 3 جماعات ممكن، ولكن لازم التغييرات معناها لازمنا نصادقوا على الدستور اذا كان فما توافقات بالطبيعه. وتو نحن وصلنا الى اكثر من 95 معناها توافقات في الاشكاليات.
اذا نحبوا نعدوه باش معناها مشروع نتاع تغيير في النظام الداخلي انه نصادقوا عليه باب باب وليس فصل فصل. نعم. وفي كلتا الحالتين معناها ان شاء الله نوصلوا المسار التاسيسي يوصل باش يكمل الدستور في حسب خريطه الطريق، ونكملوا ان شاء الله نكملوا في معناها المسارات الثلاثه في نفس الوقت. ان شاء الله. شكرا لك سيد محمد الطاهر الإلهي نائب المجلس الوطني التأسيسي، شكرا لك على الحضور في فقرة ضيف وسؤال. بارك الله فيك. يعطيك الصحة.